نحن في مدينة السحدير من إقليم السؤل في مستشفى الولادة للأمهات والأطفال في مدينة السحدير. نقدم للشعب الكويتي والحكومة الكويتية والجمعية الخيرية الآفاق الخيرية للكويتية، نحن الشعب الصومال الإخوان لكم العربية المسلمة العربية، نقول لكم نقدم لكم ما نحتاجه إليكم وجزاكم الله خير. أولا لجمعية الآفاق الخيرية نقول جزاك الله خير ما عملتم وما حملتم إلينا. أولا أقدم للمستشفى الجديد في مدينة السحدير للولادة للأمهات والأطفال الجديد لم يفتح حتى الآن ولم يكمل، ونقدم لكم ما يحتاج وما يحتاج لكم إليكم. أولا ليس فيه الآلات للمستشفى من أي شيء من أي نوع، ليس فيه شيء. أولا نقدم ونحتاج ونسألكم معاونتكم لهذه المستشفى في مدينة السحدير. الرقم الأول نحتاج إليكم لشعبنا والجمعية الخيرية الآفاقية للكويتية الآلات للمستشفى. الرقم الأول السرر للمرضى. الثاني الآلات للولادة للأمهات والأطفال لأن المستشفى للأمهات. الرقم الثالث المعالجة. الرقم الرابع الثلاجة للأشعة الشمسية، الثلاجة للأدوية للأشعة الشمسية. الرقم الخامس لمستشفى الولادة للأمهات والأطفال المكتب الحاسوبي ما يحتاج إليه، والمكتب البرينتري، والأكسجين الهواء الأكسجين للمرضى، الفحص الكامل. ونحتاج من شعب الكويتي العربي المعاولة للعاملين في المستشفى. ليس لهم ولا يأخذون من أي فلوس ومن أي أجرة، يعملون بالإجازة ويعملون من غير فلوس، وليس عندهم إجارة. نقدم لكم هذه الأدوية وما يحتاج هذه المستشفى الجديد. نقول لكم نحتاج ما استطعتم، نحتاج إليكم ما استطعتم، ونحن إخواننا وأنتم إخواننا، وجزاكم الله خير وبالله التوفيق. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فكما سمعتم هؤلاء الإخوة وعموما هذه المدينة، وهي مدينة كبيرة يعيش فيها ما يقارب 4000 نسمة، هم ليس عندهم مستشفى مكمل مع تأثيث، وليس عندهم من يسد فاقة العاملين في المستشفيات، كل هؤلاء على سبيل المجانات. وهذا المستشفى أيضا ما عنده أيضا تأثيث كامل، مع أنه هناك مستشفى للولادة كبير مكمل الآن للبناء، ولكنه ليس عنده تأثيث، ما عنده تأثيث، بل هو خال من التأثيث. ولذلك يطلبون منكم عموما الشعب الكويتي وحكومته وأميره وولي عهده، وخصوصا جمعية آفاق الخير الكويتية، فهي كما عملت من قبل ووصلت لهم الدواء، فهم يحتاجون الآن مرة أخرى بتأثيث هذا المستشفى الكبير، مستشفى الولادة، الذي إذا ولدت الأم وحصلت المخاض أو شعرت بالمخاض وليس هناك مكان تلد فيه، فإنه ربما يسبب الموت هي والولد الذي في بطنها. ولذلك يطلبون منكم مع الشكر والتقدير لكم والعرفان والامتنان على ما وصلتم من هذا الدواء من قبل، ولذلك مرة أخرى يطلبون منكم تأثيث هذا. وهذا الأثاث هو المكتوب في هذه الورقة كما قرأ لكم من قبل هذا المسؤول من القرية، كما أنه أيضا معنا
المسؤول الكبير للمدينة وللقرية، وكل هؤلاء سواء كانوا رجالا ونساء شيوخا وشبانا صغارا وكبارا كلهم يحتاجون لتأثيث، ويحتاجون أيضا لبناء مستشفى كبير للمدينة يوجد فيه إمكانيات المرضى، ويوجد فيه غرفة الطوارئ وغرفة العمليات وغير ذلك من الغرف التي يحتاجه المستشفى. ولذلك نطلب منكم عموما أهل الصومال وأيضا عموما لأهل هذه القرية وخصوصا لقرية هذه ولمستشفاها تعمير هذا المستشفيات، لأن الصحة أساس الحياة، فإذا لم يوجد مكان للصحة فلا يوجد أيضا مكان أيضا يعيش فيه الناس. فهذه القرية لما كانت خالية من الصحة، لما كانت خالية من المستشفيات، لما كانت خالية من المستشفى العام أو مستشفى الولادي أو مستشفى الجرحى والمصابين، هذه هي المشكلة الكبيرة التي سببت إلى انتشار أمراض سواء كان الكوليرا الذي وصلنا لدواءه حقه الآن، ومستشفيات وأمراض آخر أيضا تحتاج إلى تكميل بيانات وتكميل أيضا المستشفيات وتكميل تأثيث المستشفيات. كل هؤلاء من احتياجات المدينة وغيرها من المدن الأخرى سواء القرى أو حتى في مدينة الكبيرة عاصمة محافظة سولا سعانود. كل هؤلاء يحتاجون من حيث اعتماد أو الإسناد ومعاونة من حيث الصحة والتعليم، فنحن نحتاج أيضا معاونتكم تنمية وتعليما. وجزاكم الله خيرا. نشكر جميع دولة الكويت وحكومته وشعبه وأميره وولي عهده مجلسا وشعبا وحكومة، وكذلك أيضا نشكر الجمعيات الخيرية والهيئات الخيرية بما فيها آفاق الخير الكويتية التي هي نقول لها أيضا إنها العمدة الكبيرة لمعاونة هذه البلاد من حيث التعليم ومن حيث الأثاثيات ومن حيث كذلك في كل مجالات الحياة. فإن هذه الجمعية جمعية خيرية بوركت في سعيها، فنقول لهم سعيتم فكان سعيكم مشكورا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.